بيتمناه ان ايه يعني ما يحصلش تفرقه، يحصل تماسك، يحصل كلنا نكون في كتاب مفتوح، كل واحد للتاني شايل من التاني، فتحه على طول، ما ينامش قبل ما يصارحه او ليه بتقابلني كده او ليه زعلان مني كده. لازم تشيل الموضوع ديت على اساس تدي ايه قوه الاتحاد قدام الناس كلها. نرجع لموضوع البيئه. اخ هاني بصراحه يعني رقم واحد في مركز كفر الزيات اللي بيلفت نظر المسؤولين بالنسبه للبيئه، سواء كان الصرف الصحي، سواء كان الكهرباء، سواء كان النيل، سواء لتجديد الكورنيش، حاجات كتير جدا جدا. وبيبداوا بيتحركوا فيها، اتحركوا في الصرف الصحي وكان في مبالغ طائله كانت بتضيع وهو السبب في اظهارها، وده شرف بالنسبه لعمال الشركه وخاصه للاتحاد. الحمد لله. بكلمكم بامانه يعني التكميل والمنطقه اللي كانت قدام المحلك دي كلها كانت مقالب زباله لمحلات العصير بتاعت كفر الزيات. برضه لفت نظر فيها مجلس المدينه، ومجلس المدينه بدا يعملها وعملها بدائيا كده على اساس ان هتتعمل ايه حديقه، وممكن هتتعمل مرسى او نادي تجديد، هتتعمل المنطقه دي كده. كمان بالنسبه للبيئه بيتكلم عن مصانع الزيوت. في بعض المصانع يعني وفقت اوضاعها باستخدام الغاز، وفي بعض الاوضاع المصانع ما زالت شغاله بالمازوت. برضه جاري التفاوض مع ملاكها، برضه بلفت نظر الاتحاد بشخصك. الله يخليك يا حاج عبد المنعم، الله يخليك. يعني هو اي فرد بيعمل حاجه او بيلفت نظر سواء كان حاجه للراي العام او بالنسبه للشركه او بالنسبه للافراد، دي بتبقى حاجه كبيره. الحمد لله. يعني كل واحد يحترم ويجد. هو هاني جريء، ويعني لازم جرأته دي ممكن يعني تصيبه بشيء. ففي يا جماعه يعني انا عندنا جمعيه اصدقاء البيئه في كفر الزيات، جمعيه اصدقاء البيئه بمدينه جريسان، مسمينها جريسان. جريسان ده اساسا ده اسم مدينه كفر الزيات الاساسي قبل الاحتلال العثماني. المعلومه دي ماشي، يعني كان اسمها جريسان. المعنى كان هيروغليفي بالنسبه لهم، ويقول لك قبل فرعوني قبل زي طيبه وزي قبل الاحتلال العثماني. حولت لكفر الزيات سنه 1611 وكان اسمها الشرباجي. الشرباجي نسبه الى العمده، العمده اساسا هو الشرباجي. الشرباجي كان الزيات هو سميت عليه كفر الزيات. فخدنا الاسم القديم للجمعيه على اساس الله وبركاته بتنشط كل الانشطه الخاصه بالبيئه، اي مشاكل بيئه بتنشطها. فعشان كده احنا النهارده برضو يعني نيابه عن الجمعيه استاذ احمد جايزه الهاني بالنسبه لفارس الكلمه ومصداقيه الراي. الله يخليك يا حاج، متشكرين يا حاج. برضه هي في يعني الف شكر يا حاج. حاجه بسيطه هاني، ولكن هي والله الواحد يعني بصراحه يعني الله يخليك يا حاج. يعني هي